الجارة الجديدة، قصة من تأليف الكاتب أحمد محمود شرقاوي. المشاكل بيني وبين جوزي الفترة دي وصلت لمرحلة كبيرة، لدرجة إن العيشة بقت لا تطاق حرفيا زي ما بيقولوا. خناقات وشتايم وهجران بالشهور. بقيت بقعد في بيت أبويا أكتر ما بقعد في بيت جوزي. كل حاجة في حياتي رافضها، شغلي، صحابي، خروجاتي. بيعاملني كأني واحدة محبوسة في قفص وملهاش حق إنها تخرج منه أبدا. وده كان كفيل يطلع الوحش اللي جوايا، وبقيت أحاول أنكد عليه بأي طريقة، لدرجة إني بقيت أتعمد أبوظ الأكل، أكتر السكر في الشاي، أسيب البيت مبهدل. وبقيت بدعي المرض كتير ومنامش جنبه بالأسبوع. حياة هي أقرب للجحيم. ورغم كل ده وعلشان ابننا الصغير اللي لسه عنده 2 سنين، كان الطلاق مش موجود في اختياراتنا. وبقى كل واحد مننا بيحاول يهرب من الجحيم ده بأي طريقة ممكنة. هو بقى بيسهر بره لحد الفجر، وأنا طول الوقت بتكلم في التليفون مع صاحبتي المفضلة سارة، واللي يحاول يمنعني أكلمها أكتر من مرة وأنا كنت برفض، واللي كنت بحكي لها كل حاجة بحكم العشرة الطويلة اللي كانت بينا. وفي النهاية حد من قرايبنا اقترح اقتراح وقال إن ممكن يكون في حل للمشكلة كلها، ونرجع زوجين كويسين زي ما كنا أول جوازنا، وهي إننا نغير الشقة خالص. تغيير الشقة هيحسن من النفسية، ولو النفسية اتحسنت كل حاجة هتتحسن. وفعلا استجاب وقرر إن يشوف شقة تانية بعيدة عن المنطقة كلها. وبعد بحث طويل قدر يوصل لشقة في منطقة هادية تماما، ورحنا شفنا الشقة وعجبتنا، وفي خلال أسبوع نقلنا فيها. بس كل حاجة فضلت زي ما هي، نفس الهجران والمشاكل والتغيير، كان مجرد تغيير مكانه بس. وقررت أكمل حياتي، وبقيت بخرج من ورا وأكلم صاحبتي وأفتح النت، أي حاجة علشان تطلعني من الغم اللي أنا فيه. لحد ما لقيت تليفوني بيرن في يوم على المغرب، وكان جوزي لسه بره. رديت على الموبايل لقيت صوت أنثوي. سألتها عن هويتها، لقيتها بتقولي إنها جارتي حبيبة، وطلبت مني أبص من الشباك. فتحت الشباك اللي باصص على البناية الصغيرة اللي قصادي، لقيتها فاتحة الشباك فتحة صغيرة وبتشاور لي. استغربت قوي وقلت لها إن هي جابت إزاي رقمي. لقيتها بتشاور لي بكارت صغير معاها، وقالت لي إنه وقع من شنطتي وأنا خارجة النهاردة. فتشت في شنطتي وفعلا ما لقيتش الكارت. الكارت ده كنت عاملاه على أمل إني أشتغل أونلاين، أو زي ما بيقولوا كنت بعيش الوهم إن ليا كارت والست مهمة وكده. فضلت أتكلم معاها شوية وبعدين قفلت وما اهتمتش. جوزي رجع ولا كلمني ولا اتكلمت معاه. وعلى بالليل وبعد ما نام لقيتها بتتصل بيا للمرة التانية. رديت عليها ولقيتها بتقولي إنها وحيدة ونفسها يكون ليها صاحبة، وبدأت تكلمني عن نفسها وإنها متجوزة ومش مبسوطة خالص، وحياتها عبارة عن قرب مع جوزها بسبب كمية المشاكل. ومن كتر ما كانت بتحكي كنت حاسة إنها بتحكي عني أنا، ويمكن ده اللي خلاني أتكلم معاها وافتح لها قلبي واحكي لها أنا كمان عن حياتي والكرب والهم اللي عايشة فيه. وبدأت تنصحني وتقولي على خبرتها في الحياة لحد ما انتهت المكالمة. وتاني يوم اتصلت في نفس الميعاد، وأول سؤال سألته: ينفع ما تحطيش الأكل لجوزك أول ما يدخل وتستقبليه؟ استغربت قوي وضحكت. قلت لها إني مش مبسوطة علشان أهتم بيه، وبعدين هو مش مهتم بيا أصلا عشان أهتم بيه. لقيتها بدأت تكلمني إن الست لو اتعاملت كست تقدر تطلع جوزها أو تطلع الراجل اللي بجد من جوه أي راجل، وإني لو بادرت بحنية أقدر أدوب جبال من التلج. وقالت لي إنها مش عاوزاني أكون زيها وأخسر كل حاجة، وبدأت تفهمني أعمل إيه وإزاي أصالح جوزي، ولو اتعصب أعمل إيه، وكل رد عليه إزاي. وقالت لي اعتبريها تجربة وهنعملها سوا. وفعلا قدرت تقنعني باللي ما قدرتش أمي تقنعني بيه، وهو إننا نعمل تجربة مع بعض، واستقبل جوزي تاني يوم أحسن استقبال، وأعمل له أحسن أكل. وفعلا جهزت نفسي وعملت له أحسن أكل بيحبه، ولبست لبس شيك،
وفضلت مستنياه. وأول ما دخل ابتسمت في وشه وجهزت له هدومه وحمامه وقعدت أكل جنبه في صمت. كنت شايفة عليه ملامح الاستغراب، بس بعد كوباية الشاي المظبوطة بالنعناع والأول مرة خرج في الصالة يتفرج على الأخبار ويتكلم معايا، وبدون خوض في أي تفاصيل ومشاكل قديمة زي ما قالت لي حبيبة. بدأ يتكلم ويحكي ويفضفض لأول مرة ننام وإحنا مبسوطين وفي حالة سكينة ورضا ما حسيتش بيها من سنين. كلمتها تاني يوم وحكيت لها واتبسطت خالص، وبدأت كل يوم تقول لي الراجل بيحب كذا وإزاي أطلع منه اعتذار كبير بأفعالي المسالمة، وإزاي أخد منه اللي أنا عاوزاه بكل أدب واحترام. ممنوع الندية والعصبية والصوت العالي، ممنوع أبدا يحس إن أنا قوية وهو موجود. أنا دايما أضعف ما يكون وهو موجود. ومع نصايحها دي حياتي بدأت تتغير جذريا، لدرجة إني حسيت إني رجعت عروسة من جديد. وكل ما كانت بتعدل عليا كل ما كانت الأمور بتمشي. وكانت أهم حاجة بتقولها إني ما اسمعش لصاحبتي سارة أبدا. طالما صاحبتي بتساعدني على خراب بيتي ما تبقى صاحبتي. وفعلا كل ما كنت ببعد عن سارة كانت أموري بتتحسن أحسن، لحد ما كلمتني سارة وفضلت ورايا علشان تعرف سبب بعدي عنها ده. وقدام إصرارها حكت لها كل حاجة، وبعد تفكير سمعتها بتضحك بصوت عالي. قالت لي واحدة عارفة جوزك بيحب إيه ويكره إيه، وبتعدل كل تفاصيلك في البيت، وفاكرها بتحبك أقطع إيدي إما كانتش مراته أو بيخونك معاها. كلامها خلى جسمي كله يتكهرب، وغصبا عني بدأت أفتكر تفاصيل كتير. هي بتعرف منين إني ما استقبلتوش، وبتعرف منين إني عاملة إيه ومش عاملة إيه. وفضلت ليلة كاملة مش قادرة أنام من كمية الشك اللي جواي، لحد ما سارة قالت لي إني لازم أقطع علاقتي بيها تماما وأحرص على جوزي. وفعلا ما بقيتش برد على حبيبة أبدا، وبقيت بفتش ورا جوزي لحد ما مسكني مرة بقلب في تليفونه. كنت بدور على رقم حبيبة، وده اللي حذرتني منه، إن الراجل ما يحبش أبدا مراته تفتش وراه. وبعد جدال طويل اتهمته بالخيانة، وبعد ما كنا كويسين قلب عليا واتخانقنا خناقة كبيرة ضربني فيها ضرب قاسي، ورجعنا زي الأول وأسوأ. قطعت حبيبة ورجعت لحياتي الإنترنت وسارة وتجاهله تماما، لحد ما تعرفت على شاب على الإنترنت وكان قريب من المنطقة اللي أنا فيها. ولما حكيت لسارة قالت لي عيشي حياتك زي ما هو عايشة، استحالة يكون متجاهلك كده إلا وحيكون بيخونك، ومش بعيد تكون جارتك هي حبيبة القلب. وفعلا خنت جوزي لأول مرة، وكل ما كانت سارة بتكلمني كنت بتحمس أكتر للخيانة، لحد ما قررت أجيب الشاب ده للشقة في غياب جوزي لأول مرة. وفعلا استنيته علشان يجي، واتزينت واتعطرت، وبما إنها منطقة هادية فاستحالة حد يركز مين طالع ومين نازل. وعلى الميعاد المظبوط سمعت رنة الجرس، ولما فتحت لقيتها حبيبة. كانت أول مرة نتقابل. عرفتها من ملامحها اللي كنت بشوفها في الشباك. كانت غضبانة لدرجة إني خفت منها. زعقت فيا وقالت لي إزاي أتجرأ وأعمل حاجة زي دي. حاولت أطردها وأطلب منها ما تدخلش، بس نظرات عينيها رعبتني. وتحديدا لما الكهرباء في الشقة كلها فصلت ولقيتها كسرت شاشة التلفزيون ومشيت. فضلت مخضوضة ومش قادرة أتحرك، ولقيتني بتصل بالشاب اللي كان طالع خلاص، وقلت له ما تجيش في مشكلة. وكلها دقايق ولقيت جوزي راجع. استغرب لما لقى شاشة التلفزيون مكسورة. بكيت بدون وعي، وقلت له كان في فار في الشقة وأنا خايفة. ولما شاف دموعي وضعفي طمني واحتواني، بس أنا كنت ببكي من رعبي من فكرة إن جوزي كان هيرجع يلاقي الشاب معايا. سألته عن سبب رجوعه بدري، قال لي إنه تعب شوية وما كملش النهاردة. حبيبة أنقذتني بكسر الشاشة من أكبر مصيبة كانت هتقع عليا في حياتي. جيت أتصل بيها تاني يوم ما لقيتش رقمها إطلاقا، وكأن ما كانش بينا أي مكالمة. قررت أروح لها وأعتذر،
ورحت شقتها وفضلت أخبط كتير، بس ما كانش حد بيرد. شوية وفتحت الست اللي قصادها وسألتني عن سبب خبطي على الشقة. سألتها عن حبيبة، ولمحت في عينيها نظرات ذهول. قالت لي إن حبيبة دي ماتت من 2 سنين في الشقة دي. جوزها دخل عليها، لقى معاها واحد فقتلهم سوا، والشقة اتقفلت من يومها. رجعت الشقة وأنا جسمي كله بيتنفض، وفضلت عيانة يومين ما بتحركش، وكأن جسمي كله اتصاب بالحمى. ولما فقت من التعب عرفت من نفس الست إن حبيبة وجوزها كانوا كل شوية في مشاكل كتيرة. وكانت حبيبة بتسمع لصاحبتها المقربة اللي كانت بتحرضها على جوزها. الست دي كانت بتسمع كل مشاكلهم سوا، لحد ما حبيبة وبنصيحة صاحبتها جابت شاب في البيت بتاعها، وجوزها رجع ولقاهم وقتلهم. وقتها بس خد صدمة عمري. حبيبة ماتت، بس اللي باقي في الشقة ما كانش حابب التجربة تتكرر، علشان كده كانت بتنصحني بحاجات هي ما عملتهاش، وأهمها ما اسمعش كلام صاحبتي مهما كانت مقربة، طالما بتحرضني على جوزي. ما كانتش عايزة اللي حصل معاها يحصل معاه، وفعلا كان هيحصل لولا إنها كانت سبب نجاة من نفس المصير اللي كان هيقع عليا. ورغم إنها ما ظهرتش في حياتي تاني، إلا إنها علمتني أهم حاجة في حياة الست: بإيدك تخلي بيتك جنة، وبإيدك تخليه جحيم. واللي يقولك كلمة تبوظ علاقتك بجوزك ده عدوك مش حبيبك. الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة. استنوني في قصة جديدة.